السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم ايه ابراهيم ودي قناة ايه والمطبخ. النهارده بقى جايبه لكم وصفة جلاش حلوة جدا. هنعمله بطريقة المكشكشة. يعني بقى لا هنضطر ان احنا نلف الجلاش ولا كمان ندهنه ورقة ورقة، لا هندهنه مرة واحدة. ده غير طبعا بديل الشربات اللي هنعمله مع بعض، اللي هيوفر معانا السكر بطريقة حلوة جدا. ده غير طبعا الطعم المميز اللي هتكونوا مستمتعين بيه جدا وانتوا بتاكلوا المكشكشة. بإذن الله الطريقة تعجبكم وتجربوها. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش اللايك والاشتراك. أول حاجة بقى معايا كده صاج أو صينية، هبدأ طبعا أدهنهم بالسمن. أدهنهم طبعا كويس بالسمنة، وهجيب عندي أول ورقتين كده من الجلاش وهبدأ إن أنا أطبقها بالشكل ده. يعني هعملها كده عندي زي شكل المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق. بالنسبة بس لورق الجلاش ما بدهنوش، يعني بدهنه بعد ما برصه في الصينية. تعالوا كمان نعمل واحدة كمان. بعد بقى ما خلصت هي لفة الجلاش اللي معايا، هبدأ بقى ان انا اجيب عندي ربع كوباية من السمنة السايحة، وهبدأ طبعا ان انا ادهن الورق بالشكل ده. زي ما قلت لكم طبعا مش هنضطر ان احنا ندهن ورقة ورقة، طبعا الورق كله بيدهن مرة واحدة، ودي ميزة الطريقة. بعد كده هدخل الصينية عندي على فرن حامي مسبقا في الشبكة في النص. أول طبعا ما ادخل الصاج عندي هخلي درجة الحرارة على الوسط. طب معايا ايه بقى كمان؟ تعالوا بقى نحضر بديل الشربات اللي هيخلي معانا الجلاش طعمه لذيذ جدا جدا، وبإذن الله هتكونوا مستمتعين جدا جدا وانتوا بتاكلوا. طب معايا كوبايتين من اللبن او نص كيلو من اللبن. معايا كمان باكو من الكريم كراميل. هبدأ طبعا اقلبهم بالشكل ده، كل ده على نار متوسطة. بعد بقى ما يغلي عندي الخليط بالشكل ده، هبدأ انزل عليه بباكو من الفانيليا. هسيبه بقى يغلي عندي غلوتين 3، وبعد كده هبدأ اقفل النار عندي. دي بقى الصينية بعد ما طلعت اهي. طب اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا تلت ساعة. اول طبعا ما طلعت هبدأ طبعا اسقيها بالنسبة بس للجلاش، لو عايزينه طري تقدروا تحضروا الخليط قبل ما الصينية تطلع بحوالي كده 5 دقايق، فالخليط معاكم هيبقى سخن، اللي هو طبعا اللبن مع الكراميل، فهيبقى طبعا سخن. وطبعا الجلاش بيبقى سخن اول ما يطلع، فالجلاش هيبقى معاكم طري. لو عايزينه مقرمش تقدروا تحضروا الخليط قبل مثلا ما تعملوا الصينية، ترصوا يعني الجلاش، فطبعا هيبقى بارد، والجلاش طبعا بيطلع من الفرن سخن، فالجلاش معاكم هيبقى مقرمش. تعالوا بقى نقطع قطعة كده زي ما انتوا شايفين بقى مكشكشة القمر اهي معانا. تقدري كمان لو بتحبي اللي هو صوص الكراميل، تقدري طبعا تحطي منه يعني على الجلاش. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا جدا، يعني بجد هتبقوا مستمتعين جدا جدا وانتوا بتاكلوها. طعمها لذيذ، حاجه مختلفه. باذن الله الطريقه تعجبكم وتعجب اولادكم. لو عجبتكم الطريقه متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.